السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض البط المحشي بالفلفل. اول حاجة كده بسم الله، ومعايا بصلاية مبشورة اهي. معايا بصلاية مبشورة هنتبلها بس بفلفل اسود وملح، مش اكتر من كده. وشوية ملح. البصلاية طبعا المبشورة دي بتفرق طبعا في الطعم، وبتقضي على اي زفارة جوه البطاية. هنتبلها كده من جوه. اول حاجه هنعملها قبل ما نشتغل في اي حاجه، هنتبل البطايه طبعا من تحت الجلد كده من الوراك عشان تكون متبله كويس. بس كده، بحيث ان البطايه تبقى متبله من جميع الاتجاهات. بس وهنركن البطايه بتاعتنا كده لحد ما نشوف هنشتغل مع بعض ونعمل ايه بالظبط. بصوا حبايبي، اول حاجه هنحط حله على النار وننزل بشويه زيت ومعلقه سمنه بلدي. بننزل بالزيت الاول وبعد كده السمنه بتاعتنا علشان السمنه ما تتحرقش. هنسيح السمنه كده لحد ما تسخن. ومعايا بصلايه ممكن تقطعها في الكبه وممكن تقطعها بالسكينه براحتك خالص، ممكن تبشريها من المبشره. هنشوح البصلايه، مش هنخليها تاخد معانا لون، احنا بس هنشوح فيها بس كده لحد ما تبتدي تدبل معانا. معايا فلفل حامي ومعايا فلفل رومي احمر واخضر، ممكن تضيفي فلفل الوان وممكن تستغني عنه خالص. ومعايا فلفل رومي احمر واخضر، ممكن تضيفي فلفل الوان وممكن تستغني عنه خالص. هنشوحهم مع البصل. في المرحله دي لو عايزه تنزلي بالكبد والقوانص بتاعت البط ممكن، مش مشكله. هنتبلهم بفلفل اسود هنتبل البصلايه بالفلفل الاسود. طبعا احنا بنكون في الوقت دوت غاسلين الفريك بتاعنا ونقعينه من نص ساعه لساعه على حسب الكميه بتاعتك، مش عايزينه يشرب ميه كتير. هنبتدي ننزل بالفريك بتاعنا، طبعا احنا غاسلينه ومصفينه. بصوا انا بستخدم فريك الضحى بصراحه جميل قوي. في برضو فريك السوهاجي، الاتنين بصراحه يعني حلوين ونضاف جدا. انا ما بحبش استعمل اللي هو السايب طبعا، عشان ايه؟ بيكون في زلط كده يعني، مش بيكون نضيف. هنشوحه وطبعا هيكون محضرين جنبينا التوابل بتاعتنا. الاساسي الفلفل الاسود بتاعنا، بهارات فراخ، بهارات لحمه براحتك. السبع بهارات دول ال11 بهار بتوع كنور.
انا بحبهم جدا. توم باودر، ومعانا كمان بصل باودر. ده هنشوح فيه كويس قوي بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي سوائل خالص. انا عايزاه يشرب السوائل بتاعته. الاساسي الفلفل الاسود بتاعنا، بهارات فراخ، بهارات لحمه براحتك. السبع بهارات دول ال11 بهار بتوع كنور، انا بحبهم جدا. توم باودر، ومعانا كمان بصل باودر. ده هنشوح فيه كويس قوي بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي سوائل خالص. انا عايزاه يشرب السوائل بتاعته. هحط رشه حبهان مطحون. هحط شويه كمون. الكمون هنا بيديله طعم حلو قوي. وهننزل بالملح بتاعنا. وبرده هنقلب. هنهدي عليه النار لحد ما يشرب السوائل بتاعته خالص. كده انا طفيت على الفريك اهو، محطتلوش ميه خالص. سايباه من غير ميه، بس مشوحاه كويس قوي قوي، مخليتش فيه اي سوائل. هسيبه بس يهدى شويه. معايا جوز الطيب، هبشر بشره صغيره بس في الاخر تديلها ريحه حلوه قوي. ممكن تستغني عنها طبعا، بس انا بحب احطها في الاخر كده عشان تفضل الريحه بتاعتها كده موجوده اهو. هنسيبه يهدى بس شويه، وبعد كده نبتدي نحشي البطه بتاعتنا. بس حبايب قلبي كده الفريك بتاعنا برد اهو. هنبتدي نحشي بيه البطايه. بصوا، هنحطه من جوه، بس طبعا مش بنكبسها قوي علشان يستوي. للناس طبعا اللي بتشتكي ان الفريك مش بيستوي منها عنها طبعا، بس انا بحب احطها في الاخر كده عشان تفضل الريحه بتاعتها كده موجوده اهو. هنسيبه يهدى بس شويه، وبعد كده نبتدي نحشي البطه بتاعتنا. بس حبايب قلبي كده الفريك بتاعنا برد اهو. هنبتدي نحشي بيه البطايه. بصوا، هنحطه من جوه، بس طبعا مش بنكبسها قوي علشان يستوي. للناس طبعا اللي بتشتكي ان الفريك مش بيستوي منها. طبعا لو عامله كميه كبيره ممكن تسويه نص تسويه، يعني تحطي له كوبايه ميه بس. انا مش حاطه كتير، فبالتالي مدياله مساحته ان هو يستوي براحته. بصوا أنا طبعا فاتحه الجلد، بصوا منضفاه من جوه. نحط في الجناب كده.
من الناحية التانية الجنب التاني من الوراك كده. احنا كده خلاص اهو. هنشيل اي زيادات بره وننضف المكان كده. بصوا انا طبعا حاطه القفلها بالوراك، بس انا هقفل عليها بالجلد كده، هخيطها. ممكن لو عندك الستيكس بتاعت الشيش طاووق ممكن تقفلي بيها، بس انا عايزه اخيطها. الخيط ما بيخليش اي حاجه تخرج منها خالص. وبعدين بيكون شكلها حلو وسهل خالص ان انت طبعا بتفكيها اول ما بتستوي. كده البطه بتاعتنا جاهزه ان احنا نحطها في الشوربه. طبعا انا مولعه على الحله بتاعت الشوربه بتاعت البطايه. هنشوف هنحط ايه مع بعض. بصوا حبايب قلبي، انا معايا زي ما انتم شايفين كده جزرايه، هنقسمها 2 وننزل بيها في الميه. طماطميه، بصلايه بس ايه هنشقها بس كده، مش هقطعها، ناخد منها الطعم بس. معايا ورق لورا، هنحط واحدة رومي، وهنحط 3 أو 4 فصوص حبهان. بس كده. وهنحط فصين ريحان قرنفل و2 كبابسين بس كده، مش هنحط اكتر من كده. اول ما هتغلي هننزل بالبطايه بتاعتنا. لما بننزل بالبطايه بننزل بيها على ظهرها مش على وشها، علشان ما تفرقعش مننا، وفي نفس الوقت كمان علشان الفريك يستوي براحته. اهو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بيها كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفتح بس كده فتحات فيها. بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى تغلي، وبعدين هنشوف هنعمل لها حاجه كده هتخلي اللون احمر وجميل في الفرن، وبنوحد اللون مع بعض وبتاخد لون تحمير حلو قوي. هنشوفها بعد ما تتسلق. طبعا انا مش هحط فلفل اسود دلوقتي الا لما تبتدي تغلي معايا هحط الفلفل الاسود. حبايبي كده البطايه بتاعتنا بعد ما اتسلقت. الفريك طبعا بصوا انا مش عارفه اجيبهم، بصوا مستوي وجميل. بص اول حاجه بقى هنعمل الخلطه اللي هنحطها ندهنها بيها علشان ندخلها الفرن. معايا معلقه دبس رمان، هو مش باين في الكاميرا. ومعايا معلقه صلصه او كاتشب، اي حاجه عندك متوفره عندك. وهنحط رشه ملح صغيره.
رشة فلفل اسود، وهنحط زيت او سمن اللي يريحك حطيه. ممكن تضيفي عصرة ليمون اهو كده. هنحط شوية زيت، ممكن تضيفي سمنة مفيش مشكلة. هنقلبهم كويس قوي. ممكن تستغني عن الصلصة او الكاتشب، ممكن طماطمية مبشورة، ممكن اي طماطم مسبكة عندك عادي مفيش اي مشكلة. هنجيب الفرشة بتاعتنا وهنبتدي ان احنا ندهنها. هنكون مشغلين الفرن بتاعتنا. على فكرة برضو لو عندك صويا صوص مع عصرة ليمون بيديها لون حلو قوي، بتبقى عامله زي ما تكون محطوطه على جريل، يعني زي اللي بنجيبها من المحلات بالظبط. ممكن عسل برضو، ليمون، يعني في كذا حاجه. لو انت بتفضلي حاجه معينه يعني في كذا حاجه ممكن نعملها بيها. ممكن تدينيها بالبرتقال، يعني قدامك اختيارات كتير قوي زي ما بتحبي وزي ما بتفضلي. بس يا حبايبي كده هندخلها على الفرن على طول ونشوفها بعد ما تخرج ونشوف هنقدمها ازاي. بس يا حبايبي كده البطايه بتاعتنا اهي بعد ما خرجت من الفرن. بصوا رايكم بقى، سهله خالص وجميله. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلوبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.